رياضيا تتجه أنظار الجماهير المغربية وعشاق كرة القدم مساء السبت المقبل إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي في ثمن نهائي كأس العالم 2026 في لقاء يحمل الكثير من الطموحات والتحديات على أرض مونديال الأمريكيتين. ويدخل أسود الأطلس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد عبورهم المثير إلى الدور ثمن النهائي، وفيما يأمل المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، يسعى المنتخب الكندي إلى استثمار حماس جماهيره وإمكانات لاعبيه لمواصلة المشوار. نستمع في هذا الصدد للمحلل الرياضي أيمن نزيزي، حاورته حليمة ياسني. مقابلة المغرب وكندا في الثمن النهائي غتكون مختلفة أكيد عن مقابلة هولندا. اليوم جرعة ثقة ارتفعت العناصر الوطنية، يقدر يكونوا بعض الغيابات في المنتخب الوطني نظرا للانذارات او لا، ولكن تنظن بانه اليوم كمجموعه يعني اللي لعب يقدر يعطي الاضافه. المنتخب الكندي يختلف كذلك عن نسخة قطر 2020، تطور يعني طريقة اللعب ديالو أكثر هجومية. يعني شفناه واحد في الدور الأول وكيف أنه فاز على منتخب جنوب إفريقيا في الفترة الأخيرة في هذا الدور الثاني. تنظن بأنه المغرب خصو يركز على الإمكانيات ديالو ويطور الأداء ديالو، لأنه كل المنتخبات ستنتظره ومنها منتخب كندا. هي مقابله خصنا نفرضوا الشخصيه ديالنا وما نعطيو حتى فرصه للخصم بانه يثيق في الامكانيات ديالو ويهاجم. عندنا الامكانيات باش نفوزوا بها ونمشيو للدور الربع النهائي ان شاء الله.